في الحقيقة الحلقة دي أنا شايف إنها ما كانش ينفع تتعمل دلوقتي. أنا شايف إنها كانت المفروض تتعمل مثلا في 2015 عشان فعلا كان ياخد حقه في التوقيت الصحيح، من بداية الظهور في مساحة دور تليق بيه في مسلسل زي طريقي. وكلمة مش بيظهر كتير ولا بيتكلم كتير، إنك حتى مش هتعرف تفاصيل عن حياته أصلا. واحتراما لذلك الحلقة دي مش هتتكلم في ده، احنا هنتكلم عن فنان حقيقي بيحترم مهنته وبيقدرها وبيعرف يتكلم من خلالها، وهو محمد ممدوح تايسون. هو كان في حد سمعنا ولا ايه؟ لا، ده احنا كنا بنفضفض مع بعض. يا جدعان، هو حد يفهمنا غلط؟ احنا ما نقصدش اي حاجه والله. لا، ده انت شكلك كده. لا يا عم، انت هتوديني في داهيه. ده كلام ابن عم حديد. يا عم احنا قلنا ايه؟ تايسون بالنسبة لي دايما هو عبارة عن درس بيتقدم لأي ممثل، إنك تقدر تقف قصاد وسائل الإنتاج العقيمة اللي لسه متمسكة بالشروط القديمة لأدوار البطولة، الشروط اللي كانت حاكمة السينما المصرية في الخمسينات، واتكلمت عندها في حلقة عادل إمام، وإن محدش من الجمهور قابل ده أصلا ولا حتى معترف بيه، مفيش غير الصناع بس اللي كانوا متمسكين بالشروط دي. ولكن تايسون يعتبر من ضمن الناس اللي كسرت ده ووقفت قصاده. تايسون لا يقل امكانيات او خبره عن محمد فراج اللي اتكلمنا عنه قبل كده، وازاي المسرح اضاف له كتير، لانه واحد بيمثل مسرح من وهو عنده 17 سنه، خريج كاست مسرح حقوق القاهره وورشه خالد جلال للابداع الفني. ولكن تايسون فعلا ابتدى يزدهر في السينما اكتر من المسرح بشكل كبير، كانه هو ده اللي فعلا مكانه الحقيقي. دايما بقول ان تايسون من انواع الممثلين اللي مش بتحتاج سكريبت، واللي بتقدر بالوش فقط توصل لك معاني كتير قوي قوي قوي. وفوق كل ده هو ممثل جريء، لانه كان ممكن جدا يتحصر في اسمه وهو تايسون، واللي بسبب طوله وشكل جسمه هيفضل مؤثر عليه ويفضل في ادوار الاكشن او الشر. ولكن بمجرد ما بتتفتح له الفرصة في ادوار معينة بيقدر يثبت انه ممثل شاطر، عن طريق انه دايما كان لما بيتعرض عليه ادوار متنوعه زي الرومانسي او الكوميدي ما كانش بيرفض، وكان بيركز فيها قوي. الممثل الصح هو اللي بيدرس الدور وابعاد الشخصيه لاخر نفس، عنده كميه تفاصيل بملامحه بتتغير كل ثانيه، واعماله دايما مهمه وبتشد. وفي حاجه كانت بتتقال عنه كانت بتضايقني قوي، وكانت بتظهر اكتر في اللقاءات اللي بيظهر فيها. من فترة كده طويلة لقيت فيديوهات كتير كانت بتظهر لي مقابلات مع الممثلين كانوا بيسألوا عن تايسون، وازاي هم شايفينه رومانسي من بعد الفيلم بتاعه هو ونيلي كريم. شايف نفسك ممكن تبقى فتى احلام بنت؟ حتى هو ضحك وقال لها ليه يعني هو انا بدماغين، وخد الموضوع بهزار. بس حقيقي الموضوع ده غبي جدا جدا، لان السؤال في حد ذاته لو شخص عصبي شويه او شرير كان ممكن يفهمه بطريقه مختلفه، وكان ممكن يرد رد مختلف تماما، لان مع مرور الوقت المهنه دي بتفقد هويتها اللي هي عباره عن تمثيل. مفيش حاجه اسمها مواصفات كذا وشروط كذا وفلان ينفع في كذا. حتى احنا بقالنا كتير قوي في مهرجان مسلسلات رمضان لتجميعة ممثلين بعضلات ومنفوخين، دول يعتبر داخلين جولدز جيم مش داخلين مسلسلات رمضان. واللي بيحصل كل سنة في ازدهار محمد ممدوح انه بيديهم كلهم درس، انك زي ما مهم جدا انك تروح الجيم وتكبر في جسمك، مهم جدا انك تكبر موهبتك، مهم انك تنزل الشارع وتذاكر ادوارك وتشوف الناس عشان تطور نفسك كممثل، زي ما برضه تهتم بصحتك. ولكن مهما دارت بيك الايام انت مش ملاكم ومش كابتن جيم ومش لاعب كرة قدم، انت في النهاية ممثل. مش غرضك الأساسي إنك تقعد تكبر في عضلاتك، غرضك الأساسي إنك تبقى مثقف وواعي وتطور من موهبتك وتقلها أكتر، وتبقى على وعي وقدرة على السيطرة على أدواتك كممثل، لأن قدرتك على التمثيل والإقناع لوحدها هي اللي برضه هتفضل تكسب. حتى لو جسمك مش رياضي، حتى لو شكلك مش وسيم، لو انت ممثل شاطر تقدر تقنعني بأي حاجة. كل ما في الموضوع إنك بس تصدق نفسك. والحقيقة لأن تايسون شغله كتير فنقدر نختار كام عمل كده نتكلم عنهم بالترتيب، وهم الأفضل في مسيرته، وده من وجهة نظري طبعا. نبتدي بمسلسل قبيل. مسلسل قبيل بالنسبة لي هو من المسلسلات المصرية القريبة لقلبي لأسباب كتير، غير الكاست اللي اشتغل فيه إنه كمان إخراج كريم الشناوي، واللي بالمناسبة هو مخرج مسلسل الهرشة السبعة، وكمان خلي بالك من زيزي، وأعمال ناجحة كتير. إلى إن بالنسبة لي كريم الشناوي هو التطور الطبيعي لمدرسة عمرو سلامة ومحمد دياب، هو النسخة الأقرب للجيل اللي أنا منه،
ومن أكتر الحاجات اللي بتميز كريم الشناوي إنه مخرج ودنه حلوة، ومخرج يقدر يخليك تشوف الأصوات. فيعني إيه تقدر تشوف الأصوات؟ كريم الشناوي بيقدر يربط ما بين حاسة السمع والرؤية بشكل كبير، وده بيظهر أكتر في مسلسل قبيل. ده غير طبعا إن السينماتوجرافي بتاعته رائعة وعالية جدا جدا. وأنا أتذكر إني في وقت عرض مسلسل قبيل أنا كنت بسمع مزيكته لوحدها، واللي هي تأليف الرائع خالد كمار. وبرضه ده ما يمنعش قدرة كريم الشناوي على الربط ما بين المزيكا والصورة بشكل رائع يخليك تدخل في الحالة أكتر. بالنسبة لأداء محمد ممدوح واللي عرفنا فيه قدراته الجبارة على التمثيل المنفرد أو لفت النظر لوحده وكأن الكاميرا بتاعته هو وبس، وبرغم ان المسلسل كان باين عليه مشاكله ولكن كان باين قوي انها مجرد مشاكل انتاجية مش اكتر، ورغم كده المسلسل كان حلو. مشهد وطلعنا تصاعد الحالة لتايسون المتقن والرائع. هنشوف ازاي تقنع الناس بكل حاجة جواك من لحظة السكوت إلى لحظة الانفجار من غير افتعال أو تبويظ للحالة، وإنك إزاي تبقى محمل بكل المشاعر اللي جواك وتقسم ده على كلامك بشكل يبقى واقعي ومتقن. لعبة نيوتن كان بالنسبة لي آخر جولة لحسم المنافسات بين فراج وتايسون، لأني كان عندي نظرية كده وطبعا هي غريبة شوية، وهي إن فراج بيقدر ياكل الكاميرا من أي حد واقف قصاده، بمعنى ان حتى لو المشهد حواري انا متأكد انك مركز مع فراج اكتر من اي شيء ومش مهتم باي حاجة في المشهد غيره، الى ان تقابل تايسون وفراج في لعبة نيوتن. وهنا فهمت الفرق وعرفت ان واحد زي تايسون بس هو اللي يقدر يقف قصاده ويعلي عليه ويستفزه، وتحس ان هما الاتنين بيجبروا بعض ان هما يطلعوا احسن ما عندهم عشان محدش يبقى فارق عن التاني. وحقيقي ما تفهمش مين فيهم الخط الدرامي الاقوى، ناهيك طبعا عن كتابة الشخصيات المبهرة اللي مخلية كل شخصية من لحم ودم، حتى لو كانت في بعض الأوقات بعيدة عن الواقع ولكنه مكتوب حلو. وبسبب الكتابة الحلوة دي فهي ادت فرصة لمحمد ممدوح بفرض قدراته بشكل كبير وإثبات إنه ممثل متنوع. مسلسل خلي بالك من زيزي بالنسبة لي هو توابع تطور رومانسية تايسون اللي ابتدت تظهر وتبان كويس قوي قوي، وكمان قدراته الكوميدية اللي برضه كانت واخدة حقها ومساحتها في فيلم زي بنك الحظ، وكمان دوره في فيلم أبو صدام إخراج نادين خان واللي بالمناسبة خد عليه جايزة أحسن ممثل. وهنا كانت واحدة من أهم الأسباب اللي تثبت عقلية تايسون وفهمه كويس للي بيعمله واجتهاده الشديد، وهو لقائه في أحد البرامج وشرح مبررات انفعالاته في شخصية صدام. هو الخدش هو مش هو المسؤول عنه، فهو متضايق انه اتعمل غصب عنه، برضه ليه علاقه بالانا كأن حد علم عليه يعني بالظبط كده. فهو لان العربيه لما اتدمرت منه في الاول مش ده الموضوع، هو اللي عمل كده فما كانش، لكن لما يبقى في خدش غصب عنه او حاجه غصب عنه ده اللي ياثر عليه. لما لا يعني هو ممكن يرمي سجاره من الطريق عادي، لكن ما يرميش التبع، ما يرميش طريق واحترام الطريق، والطريق ده رزقك وبتاع، ما انت نيلت الدنيا على الطريق. ده غير كمان ان تايسون من نوعيه الممثلين اللي تقدر تضيف وتبرر وتبني الشخصيه بتاعتها بايديها، وانه مش ممثل اعتمادي او مجرد اداه، ده انسان بيفكر وبيعرف يبني شخصيه كويس، وهو دوره العظيم في مسلسل جراند اوتيل، وانه كان بيضيف في بعض المشاهد، والدليل لقائه مع اسعاد يونس لما اتكلم عن المشهد الرائع بتاعه. امين مش هيعمل كده يعني، مش ده رد فعل امين على حاجه زي دي بالذات، عشقه اللي هي ورد، مش برضه مهما كان مش ده، هو بكل بساطه وبكل طيبه هيودي الحاجه لصاحبها، هو مسكين يعني، فده اللي خلاني ابرر بان هو لا، بكل هدوء هيحفظ ملامحها ويحفظها للمره الاخيره، والراحه جدا هيقوم مكتفها وشايلها بهدوء، ويشيل الولد بهدوء برضه بقدر الامكان ويوديها لصاحبها بس. واخيرا وليس اخرا مسلسل رشيد، واللي كان ختم الحوار والاقاويل في اسئله هل تايسون يصلح لفئه نجوم الشباك باسكات جميع الالسنه وايقاف جميع الردود، بمسلسل محبوب ومقبول واداء طاغي على جميع الاشكال، واثبات ان مهما كانت مشاكل المسلسل تايسون يقدر يغطي على كل المشاكل دي. وصدقني وركز في الكلمه دي وبدون اي تحامل، كل الاراء الايجابيه على مسلسل رشيد بسبب تايسون فقط، ولو كان اللي عمل الدور ممثل تاني كان زمان المسلسل ده تعرض لانتقادات كتير جدا بسبب مشاكل تانية بعيدا عن التمثيل، ومفيش اي حاجة مصبرة الناس على التسلسل البطيء ده غير تايسون اللي دايما بيخطف الكاميرا وفقط. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وتابعني على الصفحة على الفيسبوك وما تنساش تعمل لايك وفولو، وبس كده.